تعيش الساحة الكروية الوطنية على وقع نقاش واسع عقب خسارة المنتخب المغربي لنهائي كأس إفريقيا أمام منتخب السنغال في هزيمة أعادت الجدل بقوة حول مستقبل الناخب الوطني وليد الركراكي الذي وجد نفسه في موقف حرج بعد الإخفاق في تحقيق اللقب القاري، وهو الوعد الذي كان قد قطعه للجماهير المغربية قبل انطلاق البطولة. وبحسب مصادر متطابقة فإن وليد الركراكي عبر في كواليس المنتخب عن رغبته في تقديم استقالته من منصبه، متأثرا بثقل المسؤولية وبحدة الانتقادات التي طالته عقب ضياع اللقب، خاصة وأن هذه المحطة كانت تعد مفصلية في مساره مع أسود الأطلس، وفي سياق مشروع كروي كان يطمح من خلاله لتكريس الهيمنة القارية. غير أن هذه الرغبة، تضيف المصادر ذاتها، تصطدم بتوجه مغاير داخل أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث يفضل رئيسها فوزي لقجع التريث وعدم اتخاذ أي قرار متسرع في هذا التوقيت الحساس، تفاديا لأي هزات تقنية قد تؤثر على استقرار المنتخب الوطني. وترى الجامعة أن الظرفية الحالية لا تحتمل تغييرات جذرية، خصوصا في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الأكبر المتمثل في نهائيات كأس العالم 2026، إذ لا يفصل المنتخب المغربي عن هذه المحطة سوى حوالي 5 أشهر، وهو ما يفرض منطق الاستقرار واستمرارية العمل بدل الانسياق وراء ردود فعل عاطفية مرتبطة بنتيجة نهائي واحد. وبين ضغط الشارع الكروي الذي يطالب بالمحاسبة ورغبة المدرب في تحمل مسؤوليته كاملة، تسود حالة من الترقب داخل الوسط الرياضي المغربي في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، حيث إن قرار الاستمرار أو الانفصال لا يرتبط فقط بخسارة النهائي، بل يخضع لتقييم شامل للمشروع التقني والأهداف المسطرة في أفق مونديال 2026. وفي هذا السياق تتمسك الجامعة بخيار التريث إلى حين اتضاح الرؤية بشكل كامل قبل الحسم في مستقبل الطاقم التقني، في وقت يبقى فيه الهدف الأسمى هو الحفاظ على تنافسية المنتخب المغربي والاستعداد الأمثل للاستحقاقات القادمة.